بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى الجوهري، أستاذ جامعي ونائب رئيس جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة. طبعا ماذا عساني أن أقول عن رجل خبرت فيه أشياء كثيرة، خبرت فيه جملة من الصفات والخصال التي قلما نجدها في رجل غيره. رجل نذر نفسه لخدمة الوطن، لخدمة الأمة، لخدمة العرش. رجل يمتلك طاقة من الأسرار التي لا يعرفها أحد. رجل بالفعل أديب وكاتب ومؤرخ، ويمتلك قدرات من الصفات والسمات التي لن تتكرر في غيره. رجل ماذا عساني أن أقول فقد خبرت فيه من الأسرار الشيء الكثير. عرفته في جمعية رباط الفتح منذ التأسيس، وعاشرته منذ 4 عقود وإلى آخر يوم من فراقه لهذه الحياة. رجل خبير في ثقافة التطوع، لم يقل لأحد يوما لا، ولكنه نذر نفسه للثقافة والوطن والعرش رحمة الله عليه. أحمد بلغازي، الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال. اليوم نودع أحد قامات المغرب الذين بذلوا وعملوا بكل تفاني وحب خدمة للعرش وكذلك خدمة للوطن. فرجل كان السلمريني رجل طيب، رجل يحب الجميع ويحب الجميع أيضا. إنه رجل بما تحمل الكلمة من معنى. فقدنا فيه الرجل الطيب، الرجل المخلص للوطن وللعرش. فعاهدنا فيه دائما أنه كان رجل يتجاوب مع الناس ويسأل عن الأصدقاء ويسأل كذلك عن الأقارب. فنغتنم هذه المناسبة أولا لنعزي جلالة الملك في هذه الشخصية التي غادرتنا، ونعزي كذلك أسرته الصغيرة وكذلك أصدقاء وأقاربه. ندعو الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون.